السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. معاكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهارده هنراجع درس الحملة الفرنسية على مصر. قبل ما أبدأ في درس الحملة الفرنسية على مصر، يعني إيه كلمة حملة؟ حد يقول لي يا مستر إبراهيم يعني إيه كلمة حملة؟ أقول له حملة مجموعة من السفن عليها مجموعة من الجنود معاها معدات أو أسلحة، دي معنى كلمة حملة، دي معنى كلمة إيه؟ حملة. تعال نشوف الايه مقدمة الحملة. طبعا تحت الحملة الفرنسية على مصر جزءا من التنافس بين انجلترا وفرنسا. طب التنافس ايه؟ حل المستعمرات على ايه؟ المستعمرات. حد يقول لي فهمني يعني ايه يا مستر ابراهيم؟ انا اجيب لك ايه من الاخر، اقول لك يعني ايه. انجلترا محتلية جزء من الهند وفرنسا محتلية جزء من الهند. جت انجلترا طردت فرنسا من الهند. انجلترا طردت فرنسا من الهند. طيب التنافس ده هو بدأ امتى؟ وقد بدأ هذا التنافس في اواخر القرن ال17 واستمر طوال القرن ال18. طب هي فرنسا كان حاكمها؟ هي كان لها حاكم؟ لا، فرنسا اللي كان ماسكه فرنسا اسمها حكومه الثوره الفرنسيه. فحكومه الثوره الفرنسيه قالت للقنصل الفرنسي يعني للسفير الفرنسي في مصر ارسلنا تقارير عن مصر. فارسل القنصل الفرنسي تقارير تفيد بسوء الاوضاع السياسيه والداخليه في مصر، ويحث حكومه الثوره الفرنسيه على ارسال حمله عسكريه الى مصر. هنا اسباب الحمله الفرنسيه على مصر. انا عندي حاجتين. ايه اسباب الحمله الفرنسيه على مصر؟ انا عندي كام حاجه؟ اتنين. واحد، تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها في الهند. مش احنا قلنا انجلترا طردت فرنسا من الهند؟ فهي جت مصر عشان تعوض مستعمرتها من الهند. واحد، تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها في الهند بانشاء مستعمره فرنسيه في الشرق تكون قاعدتها في مصر. طب تاني حاجه، قطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند. قطع ليه الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لازم قبل ما تعدي على التجاره في الهند عندك لازم تعدي على مصر. لازم تعدي على ايه؟ على مصر. كده سؤال متفسر مجيء الحمله الفرنسيه مصر. واحد، تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها في الهند بانشاء مستعمره فرنسيه في الشرق تكون قاعدتها في مصر. اتنين، قطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند. قطع ليه الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند في الهند. طبعا نابليون بونابرت اعد جيشا سرا. هو سر ليه يا مستر؟ مش قلنا مش هقول لك سرا مش كفرنسا على خلاف مع انجلترا؟ فنابليون مش عايز انجلترا تعرف ان هو جاي على مصر. اذا نابليون اعد الجيش سرا حتى لا تتسرب اسرار الحمله الى الجنود. الى الجنود. طبعا نابليون بونابرت خلاص انا جاي معايا الجيش. طب هجيب معايا عشان احتل دوله محتاج ايه؟ محتاج جيش ومعدات ومدافع. بس جمع حاجتين تاني. جمع علماء. ليه يجيب مجموعه من العلماء؟ ليه؟ لدراسه احوال مصر من جميع النواحي وكيفيه استغلال مواردها. ويجي هنا السؤال المهم، بما تفسر اصطحاب نابليون بونابرت مجموعه من العلماء اثناء حملته على مصر. اقول له لدراسه احوال مصر من جميع النواحي وكيفيه استغلال مواردها. هو عايز يدرس مصر من جميع النواحي وازاي يستغل مصر. فجمع مجموعه من العلماء. وجمع مطبعتين لطبع المنشورات للاهالي، واحده عربيه واخرى فرنسيه لطبع المنشورات للاهالي. طب الحمله طلعت من جنوب فرنسا، نزلت عند خليج ابيكير. طب نزل فين؟ اول حاجه الاسكندريه. نزل فين؟ في الاسكندريه. طبعا السلطان طبعا نابليون بونابرت قال لاهل الاسكندريه او للمصريين ان انا ما قدمت اليكم الا لأخلصكم من المماليك. مماليك ايه؟ مش المماليك خلصوا خلاص؟ مش احنا عرفنا ان المماليك خلصوا؟ قال لك لا، الدوله العثمانيه كانت ضعيفه. مش ان الدوله العثمانيه ضعفت واللي ماسكين مصر المماليك. اللي ماسكين مصر مين؟ المماليك. فنابليون بونابرت ان انا ما قدمت اليكم الا لأخلصكم من المماليك الظالمين. طب ايه اللي حصل؟ طب اهل الاسكندريه استسلموا؟ لا، قاوموا اهالي الاسكندريه الثوره. قاوموا اهالي اسكندريه الحمله بزعامه السيد محمد قريم، لكن القوات الفرنسيه اعتقلتهم ثم اعدم رميا بالرصاص. ده كان عام كام؟ الحمله جت عام 1798، خرجت 1801. هنا اذا الاسكندريه كانت عام كام؟ عام 1798. هنخش على موقعة شبرخيت. موقعة شبرخيت دي كان في يوليو
كام؟ عام 1798. هات لي الاطراف وهات لي النتائج يا مستر ابراهيم. اقول لك الاطراف للفرنسيين بقياده نابليون ضد المماليك. طب ايه النتائج؟ هزيمه القوات المملوكيه وتقهقرها جنوبا الى امبابه للدفاع عن القاهره. اذا ما النتائج المترتبه على موقعة شبرخيه؟ هزيمه القوات المملوكيه وتقهقرها جنوبا الى امبابه للدفاع عن القاهره. رجعت جنوب الى امبابه للدفاع عن ايه؟ عن القاهره. دي موقعة شبرخيت. موقعة امبابة في نفس السنة اللي حصل فيها موقعة شبرخيت حصلت موقعة امبابة عام 1798. طب الأطراف الفرنسيين ضد مين؟ ضد المماليك. طب ايه اللي حصل؟ طب ايه النتائج؟ هزيمة القوات المملوكية وفرار كل من مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم بك ومعه الولي العثماني إلى الشام. هنا سؤال: ما النتائج المترتبة على موقعة امبابة؟ والله هزيمة الجيوش المملوكية وفرار كل من مراد بك الى الصعيد وابراهيم بك ومعه الوالي العثماني الى الشام. حد يقول لي يا مستر ابراهيم احنا عرفنا ان الجيوش المملوكيه عماله بتتهزم من ايه؟ من القوات الفرنسيه. طب ليه هم كانوا بيتهزموا ليه؟ ليه الجيوش المملوكيه كانوا بيتهزموا على طول؟ وهنا سؤال بيقول لي: ما تفسر هزيمه الجيوش المملوكيه في موقع شبرخيت وامبابه؟ اقول له: بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه، بينما كان الفرنسيين يستخدمون المدافع والمعدات الحديثه. بسبب ايه؟ اعتماد المماليك على الفروسيه، بينما كان الفرنسيين يستخدمون المدافع والمعدات الحديثه. نابليون نزل القاهره. بعد دخول نابليون القاهره عام 1798 قال للعلماء والمشايخ: أمن العلماء والمشايخ على الأموال والأرواح، يعني لا هفرض عليكم لا ضرايب ولا هذا حد، بس هتحصل حاجة ما كانتش متوقعة جدا لنابليون بونابرت، أكبر ضربة لنابليون بونابرت، وهي موقعة أبو قير البحرية. وده كانت عام كام؟ عام 1798. طب الأطراف: الجيش الإنجليزي بقيادة نيلسون ضد قوات الفرنسيين. طب إيه اللي حصل؟ ما النتائج المترتبة على موقعة أبو قير البحرية؟ خليك معاه. 1. تحطيم الأسطول وإغراقه في أبو قير. تحطيم الأسطول الفرنسي وإغراقه في أبو قير. حصار القوات الإنجليزية لشواطئ مصر الشمالية، مما أدى ل1 القضاء على امال فرنسا في السيطره على البحر المتوسط. هم قضوا على امال فرنسا في السيطره على سواحل البحر المتوسط، حرمان الحمله من امدادات فرنسا. دلوقتي لو السلطان لو نابليون بونابرت مثلا لو عايز اسلحه ولا عايز حاجه هيبعت الجيش يعني هيبعت القوات الى فرنسا وهيجيب. حاليا حرمان الحمله، هو كده خلاص هو اتحرم من امدادات فرنسا له. حرمان الحملة من امدادات فرنسا لا. شعر الجنوب بأنهم محاصرون داخل مصر، مما أدى إلى ضعف روحهم المعنوية. توقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة للمصريين. لو قال لك من النتائج المترتبة على موقعة أبو قير هتقول إيه؟ كل ده. لو حد قال لك من النتائج المترتبة على حصار القوات الإنجليزية لشواطئ مصر الشمالية هنقول الأربع حاجات بس. هنقول إيه؟ ما النتائج المترتبة على حصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية؟ قلنا القضاء على أمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط، حرمان الحملة من امتداد فرنسا لا. شعر الجنوب بأنهم حصلوا داخل مصر، مما أدى لضعف روحهم المعنوية. توقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر. بالنسبة لمصر دي موقعة أبو قير. مقاومة أبناء الصعيد. يعني إيه مقاومة؟ يعني قبل ما ابدا في مقاومه، يعني ايه مقاومه؟ مقاومه هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودافعوا عن البلاد بمختلف الوسائل. والله كده. يعني ايه كلمه مقاومه؟ خلاص هي رفض الشعوب للاحتلال. الشعوب رفض الاحتلال. اذا معنى يعني ايه كلمه مقاومه؟ هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودافع عن البلاد بمختلف الوسائل. انا دافع عن البلد بتاعتي بمختلف الوسائل. مقاومة أبناء الصعيد. هو قدر على الصعيد؟ لا، ما قدرش على الصعيد. أنت تقدر على مين؟ ما قدرش على الصعيد. فشلت القوات الفرنسية في إخضاع أهل الصعيد لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه المناوشات والمعارك المتفرقة يا مصر؟ يعني الصعيد ما كانش بيجي في وش الفرنسي وكان بيضرب، لأن الفرنسي معاه معدات أو معاه أسلحة.
فكان بيضرب ايه من جنب من هنا ومن جنب من هنا، والفرنسي كان حافظ ولا ايه، والصعيدي كان حافظ كل حاجه في الصعيد. اذا القوات الفرنسيه مقاومه ابناء الصعيد، هم القوات الفرنسيه هي قدرت على الصعيد؟ لا، فشلت القوات الفرنسيه في اخضاع اهالي الصعيد لانهم تبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه والتي انهكت قوه الفرنسيين. الفرنسيين تعبوا مع الصعيد، قعدوا في الصعيد يعني 10 شهور ولا 9 شهور ما قدروش على الصعيد. بتفسر فشلت القوات الفرنسيه في اخضاع اهالي الصعيد واحد لانهم تبعوا حرب المناوشات والمحارك المتفرقه والتي انهكت قوه الفرنسيين ونظرا لطول الولي. طب ايه اللي حصل؟ مما ادى لتعاظم الشعور الديني ونمو الوعي القومي لدى المصريين تجاه الاحتلال. هنا يقول لك مثلا ايه ما النتائج المترتبه على اتباع اهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقه؟ هتقول ايه؟ فشلت القوات الفرنسيه في اخضاع اهالي الصعيد. دي مقاومه ابناء الصعيد. نخش على ايه؟ ثوره القاهره الاولى. هنخش على ثورة القاهرة الأولى. ليه نابليون بونابرت؟ إيه أسباب ثورة القاهرة الأولى؟ نابليون بونابرت والله بيقول لي يا مستر إبراهيم أنا غصب عني في ثورة القاهرة الأولى هفرض الضرائب على المصريين. طب ليه يا نابليون؟ قال لي انا تم تحطيم الاسطول بتاعي واغراقه في ابي قير وحرمت من امتداد فرنسا له. فهنا في ثوره القاهره الاولى هنا الاسباب فرض نابليون الضرائب الفادحه على الاهالي، قيام قوات الاحتلال الفرنسي بتفتيش البيوت واقتحامها حوالين بحث عن الاموال. هو عايز اموال بقى، هو عايز ايه؟ اموال. هدم ابواب الحارات والضروب لمطارده عناصر المقاومه، هو بيطارد عناصر المقاومه. هدم كثير من الاثار والمساجد بحجه تحسين القاهره. هدم كثير من الاثار والمباني والمساجد بحجه تحسين القاهره. دي اسباب ثوره القاهره الاولى، دي الاسباب. هنخش على الاحداث. اصبح الازهر الشريف اللي هو ايه؟ اصبح الازهر الشريف مقر قياده الثوره. يبقى هنا اللي كان مقر قياده الثوره ايه؟ اصبح الازهر الشريف مقر قياده الثوره. وازدادت المقاومه والثوره اشتدت الى الاقاليم. يعني الثوره دي عملت ايه؟ ازدادت واشتدت الى الاقاليم، يعني ايه؟ الى محافظات المجاوره. طب ايه اللي حصل؟ قتل حاكم المدينه الفرنسي اسمه ديبوي. واستخدم القوات الفرنسيه القمع والارهاب لاخماد الثوره. ودخل الفرنسيون جامع الازهر بقراءه مما اثار الشعور الديني لدى المصريين. دي الاحداث. طب خش على النتائج. ايه اللي حصل بقى؟ طب ايه النتائج؟ طيب اعدم الفرنسيون الكثير من الاهالي والثوار. فرضت الغرامات الماليه على العلماء والتجار. نابليون بونابرت شاف العلماء والتجار بقى انتوا بتقوموا عليا ثوره؟ طب يلا فرض الضرائب على العلماء والتجار. شرعت القوات الفرنسيه في تحسين مدينه القاهره. ده كان الجزء الاول